الويك اند في اسطنبول. الناس بتقضي الويك اند في اسطنبول ازاي؟ الويك اند هنا سبت وحد، بس مش معظم الناس سبت وحد. في الناس اللي طبعا شغالين في المصالح الحكوميه او حتى في شركات خاصه سبت وحد. فالناس اللي عندها السبت اجازه بينزلوا يوم السبت ويريحوا الحد. ده الناس اللي عندها يومين. الناس بقى اللي عندها يوم واحد بيضطروا للاسف ان هم ينزلوا يوم الحد ويرجعوا البيت عشان يناموا ويصحوا تاني يوم الشغل. فانا نازل النهارده ويك اند السبت نوريكم بقى الويك اند في المناطق السياحيه وفي اسطنبول عامل ايه والناس بتعمل ايه وبتروح فين. فتعالوا نشوف. معظم الناس هنا في تركيا حتى المناطق السياحيه دي بتبقى مناطق سياح اكتر، ما فيهاش في اتراك طبعا، ولكن الناس بقى الاجانب بيحبوا ينزلوا يشتروا بقى حاجات هدوم، يشتروا حلقوم، يشتروا هدايا تركيه، يشتروا الحاجات اللي ايه الحاجات التذكاريه يعني اللي بيرجعوا بيها بلدهم. فاحنا هنا في واحده من اكتر المدن ازدحاما في تركيا، سوري مش المدن، اكتر الميادين ازدحاما في اسطنبول، وهو ميدان بايزيد. والميدان ده ليه عشق خاص كده عندي، لان الميدان ده اول حته نزلتها اول ما جيت اسطنبول خالص، اول مره، وكان الترام ده عايز اركبه عشان اروح الفندق بتاعي، وقصه كده كبيره هبقى احكيها لكم في فيديو بعدين. ولكن الميدان ده فيه كل حاجه بقى. عندك كمان حتى اخر الشارع ده فيه البحر، وطول ما انت ماشي هتلاقي فنادق، هتلاقي محطات الترام، المواصلات العامه، هتلاقي المكن بتاع الاي تي ام والبنوك وكل حاجه في الشوارع. الويك اند في اسطنبول من ازحم الايام في تركيا، ومن ازحم الايام في الاسبوع يعني عموما. ولكن الحكومه هنا عامله حاجه كويسه بالنسبه للمواصلات العامه في الويك اند. المواصلات العامه في الويك اند غالبا بتقعد 24 ساعه، ما عدا فقط الترام ده بيقفل تقريبا الساعه 1 او 2 بالليل في الويك اند، والمترو بيقعد 24 ساعه، والاتوبيسات غالبا اخرها 12 في الويك اند. مش متاكد من المعلومه ديت، بس غالبا اخرها 12. بس عموما المواصلات بتطول يعني اكتر من اللازم، اكتر من الايام العاديه. والمتروبوس كده كده شغال 24 ساعه. المتروبوس ده بيربط ما بين المنطقه الاوروبيه والمنطقه الاسيويه، وهتلاقي ناس كتير قوي بتستخدمه في اسطنبول. احنا حاليا بنتمشى في اتجاه السلطان احمد وايا صوفيا. فالممر بقى والمحطتين دول من المحطات الحلوه جدا للتمشيه. هتلاقي ناس كتير طول ما انت ماشي، هتلاقي مزارات سياحيه، والجو هنا تحس اسطنبول القديمه يعني، بعيدا بقى عن المباني الحديثه وبعيدا عن المواصلات الحديثه في اسطنبول. ولكن هنا المدينه القديمه والمباني والجوامع القديمه، فالمنطقه هتحبها جدا يعني.
الحقيقة الشعب التركي من الشعوب اللي بتحب ترفه عن نفسها وبتحب تفصل دايما ما بين الشغل وما بين الحياة. يعني هو الحياة عندهم مش شغل 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 شغل، او حتى مش ان هو يقعد بعد الشغل اوفر تايم ويفضل حياته كلها شغل. لا، وقت الشغل ليه شغل، وقت الفسحة او وقت الراحة او الويك اند بقى خلاص هو بيفصل دماغه تماما عن الشغل. حتى لو جاله مكالمة شغل مش هيرد، فبيفصلوا تماما عن عالم الشغل ويبدأوا بقى ايه في الخروج، الاكل، الفسح. فمن الشعوب اللي بتعرف تبسط نفسها في الاسبوع، يعني مش زينا مثلا. ممكن احنا كمصريين شويه واخدين على الشغل، فانت ما عندكش مشكله انك ممكن تشتغل طول ايام الاسبوع، وحتى في يوم الشغل لو روحت البيت واتصلوا بيك هترد عادي، وفي الويك اند برضه هترد عادي. لا، هنا ما عندهمش الكونسيبت ده، مش هيرد عليك. مش عارف انتوا سامعيني ولا لا، صوت الترام عالي قوي، ولكن خلينا نشوف الناس هنا. Yes, you will come today here. After service. Az da üst para var. لحد دلوقتي بنتمشى رايحين ايا صوفيا. ممكن اروح اقعد هناك شويه وارجع عشان عندي مشوار. فايا صوفيا لما او الاماكن السياحيه دي مش على طول طبعا، مش ما انت قاعد في اسطنبول هتنزلها كل يوم. يعني ممكن تكون الناس فاكره عشان انت عايش في اسطنبول وبتاع فانت بقى الاماكن دي بتروحها كل يوم وبتاع وممكن كل يوم مكان سياحي جديد. لا للاسف، يعني ايا صوفيا دي انا بقالي مثلا 5-6 شهور ما جيتهاش هنا. لما بتبقى فاضي، ومش كل يوم، ممكن ايام تبقى فاضي فيها ومش قادر تنزل خلاص عايز تريح من الشغل، فبترجع تنام الويك اند كله. ولكن النهارده قلت انزل بصراحه واصور لكم الاجواء والناس هنا عامله ازاي. يلا، ده كان يوم من ايام الويك اند في اسطنبول والتمشيه في شوارع اسطنبول شويه. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.